السلام عليكم، ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. النهارده معانا فيديو جديد ومعانا موبايل جديد من شركه شاومي، هو الريدمي الاي 3. صراحه يا جماعه الموبايل ده مش عاجبني خالص. انا صراحه شركه شاومي يا جماعه عماله تنزل كل شويه موبايلات صراحه ما بتبقاش افضل حاجه ولا احسن حاجه. فعشان ما اطولش عليكم فانا بقول لك كده الزتونه في بدايه الفيديو، لو انت ناوي تشتري الموبايل دوت يبقى لازم تتفرج على الفيديو ده عشان تعرف ايه هي العيوب اللي ممكن تقابلك لما تيجي تشتري موبايل الشاومي او الريدمي الاي 3 الجديد. فيلا بينا عشان ما اطولش عليكم نعمل انبوكس سريع للكرتونه، وبعد كده نشوف المواصفات الكامله للموبايل ونشوف ايه اللي عجبني وايه اللي ما عجبنيش. هنفتح الكرتونه دلوقتي زي ما انتم عارفين، بنجيب السكينه بتاعتنا وبعد كده بنفتح الكرتونه. هنشيل السلوفانه اللي بتبقى فوق ديت وبعد كده نفتح الكرتونه نشوف محتوياتها مع بعضينا. هنشوف دلوقتي هنفتح الكرتونة. ده الموبايل اللي معانا هو الاي 3. بص هو صراحة الديزاين بتاعه عاجبني جدا. هنشيل اللزقة بتاعته اللي بتيجي مع الموبايل وبعد كده نفتح الموبايل، نركن بقى الموبايل على جنب ونشوف ايه التاني معانا في الكرتونة. ده تقريبا هيبقى اليو اس بي زي ما انتم شايفينه، طبعا هو من مدخل تايب سي مش يو اس بي عادي. ودي راس الشاحن بتيجي مع الموبايل وطبعا هنتكلم عنها بالتفصيل. وده الكتالوج او شوية اوراق كده متبقاش ليها اي لازمة. وبيجي كمان معاها ايه الضمان، يعني الموبايل ده نازل ضمان مصري عادي جدا. فعموما ده كده كل اللي بيجي مع الموبايل في الكرتونه. اول حاجه تعالوا نتكلم فيها عن الموبايل هو ان الموبايل جاي بتصميم من البلاستيك، وجاي بتصميم صراحه جديد وتصميم لذيذ، انا صراحه عاجبني جدا. عموما الموبايل جاي بنسختين، اول نسخه معانا اللي هي 3 جيجا رام مع ذاكره 64، والنسخه الثانيه جايه برامات 4 جيجا مع ذاكره 128. ده عادي لغايه دلوقتي مفيش اي مشكله. وعلشان ما ننساش حاجه ان الموبايل ينفع ان انت تزود له الذاكره الداخليه عن طريق الكارت الميموري بمكان منفصل عن الشريحتين. وبالنسبه للاداء فالموبايل جاي معالج من نوع ميديا تك هيليو جي 36 بتقنيه 12 نانو مع معالج رسومي من نوع باور في ار جي اي 8320. وعموما الموبايل هيديك اداء متوسط جدا، يعني مش هيديك افضل تجربه في الالعاب. هتلعب لعبه زي بابجي او كول اوف ديوتي ولكن على اقل اعدادات علشان تقدر انت تلعبها بسلاسه ومبقاش فيها تقطيع. وبالنسبه للكاميرات فالموبايل جايب كاميرا اماميه بدقه 5 ميجا بكسل بفتحه عدسه اف 2.2 وجايب كاميرا خلفيه مزدوجه. اول كاميرا معانا جايب بدقه 8 ميجا بكسل بفتحه عدسه اف 2.0 ودي الكاميرا الاساسيه. اما الكاميرا الثانيه فجايب بدقه 8 من 100 ميجا بكسل ودي طبعا بتبقى كاميرا مساعده للكاميرا الاساسيه. وبالنسبه لوسائل الامان فالموبايل جايب بصمه مدمجه مع زرار الباور زي ما انتم شايفين كده. البصمه صراحه بتستجيب بسرعه جدا ما فيهاش اي مشكله، وكمان بيدعم خاصيه الفيس انلوك. وبالنسبه لنظام التشغيل فالموبايل جاي بنظام تشغيل اندرويد 14 مع واجهه شاومي ميو اي، وطبعا دي بتبقى نسخه مخففه من الاندرويد. تعال نجرب صوت السبيكر او السماعات الخارجيه مع بعض. وزي ما انتم عارفين طبعا احنا بنجرب صوت السماعات الخارجيه في القران، فتعالوا مع بعض كده نشوف. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. زي ما انتوا سمعتوا كده صوت الموبايل مش افضل حاجه، صوت السبيكر فعلا سيء جدا. انا عن نفسي ما عجبنيش خالص صوت السماعات، وهقول لكم ليه بقى ان صوت السماعات السبيكر الخارجيه وحش في اخر الفيديو، فيا ريت تكمل الفيديو للاخر. واخيرا وليس اخيرا البطاريه. فالموبايل جاي ببطاريه بسعه 5000 ملي امبير، بيدعم الشحن بقوه 10 واط بمدخل تايب سي، فدي برضو نقطه ما عجبتنيش في الموبايل. كده يبقى احنا اتكلمنا عن كل حاجه تخص الموبايل. تعالوا بقى نسيب الموبايل ده على جنب ونشوف ايه هي الحاجات اللي ما عجبتنيش في الموبايل. اول حاجه طبعا الكاميرات سيئه جدا. تجربتي مع الكاميرات ما كانتش احسن حاجه خالص. الموبايل نازل في الفئه السعريه دي ونازل بكاميرتين مش افضل حاجه طبعا. دي بالنسبه للكاميرات انا اول نقطه ما عجبتنيش خالص. تاني عيب معانا ان المعالج ضعيف جدا بالنسبه للفئه السعريه اللي الموبايل نازل فيها. اما العيب الثالث فالموبايل نازل ببطاريه بسعه 5000 ملي امبير ولكن الموبايل بيشحن بقوه 10 واط، فالموبايل بياخد وقت كبير
كبير جدا علشان تقدر ان انت تشحنه 100%. والعيب الاخير وده حاجه ممكن محدش يقولك عليها خالص، ان الموبايل السبيكر الخارجي اللي هو بتاع النغمات او بتاع الجرس عموما هو الصوت السماعات الداخليه. يعني سماعه المكالمات هي السبيكر، وده بيبقى مشكله كبيره جدا. يعني المكان اللي بيخرج صوت السماعات لما بتيجي تكلم اي حد في المكالمه هو اللي بيخرج صوت الجرس، ودي بتبقى مشكله كبيره جدا، بيبقى الصوت مش احسن حاجه ولا افضل حاجه. فانا تقييمي للموبايل ده صراحه مش عاجبني خالص، ومش احسن حاجه ومش احسن اختيار بالنسبه لك. يعني انا شايف ان الموبايل ده مين اللي يشتريه او موجه لمين بالظبط؟ انا شايفه ان هو موجه لكبار السن، اللي هو الناس اللي ما عندهمش اي استخدام للموبايل غير الاتصال والاستقبال بس. لكن انت كموبايل ممكن انت تعتمد عليه، فانا طبعا ما برشحلكش خالص الموبايل دوت. انا ده صراحه كان رايي بكل صراحه في موبايل الشاومي او الريدمي A3. فيا ريت تكتب لي رايك انت كمان في الكومنتات. وعموما اللي حابب يسال عن اي حاجه تخص الموبايل ده او اي موبايل تاني ممكن برضه يبعت لي. انا كده ببقى سايب لينكات السوشيال ميديا كلها في الديسكريبشن لو حد حابب يسالني عن اي حاجه. ولو حد حابب يسال برضه عن اي نظام من انظمه التقسيط برضه ممكن يبعت لي، لان احنا عندنا في موبيتك ممكن تقسط الموبايل اللي انت عايزه براحتك خالص جدا بالبطاقه الشخصيه فقط بدون مقدم، والاستلام فوري من 6 شهور لغايه 36 شهر. لو انت حابب تسال عن اي حاجه ممكن تكتب لي. ولو انت اول مره تشوفني يا ريت تعمل لايك لو عجبك الفيديو، وتعمل اشتراك في القناه، وتفعل زر الجرس عشان تتابع كل جديد ينزل على القناه اول باول. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم. انا مش عارف شركه شاومي صراحه فعشان ما اطولش عليكم، لو انت حابب ان انت تعالوا، فعشان اول حاجه تعالوا نتكلم فيها على الموبايل، وهي التصميم. فالموبايل بيضاويه كده عامله زي اكنك في وجايب ظهر من وجايب ظهر كده، وجايب ظهر لميع كده صراحه. فجايب عموما بتصميم، فبالنسبه للتصميم فهو جايب تصميم لذيذ، وانا صراحه عجبني جدا. والجميل في الموبايل ان والحاجه صراحه اللي عجبتني في الموبايل الاي 3 انه جايب وكمان الشاشه جايه بحمايه من نوع جوريلا جلاس 6.